اللي قدامك ده هو يحيى عطية الله. يحيى عطية الله هو لاعب دينامو بوخارست سوتشي الروسي الحالي، ولاعب منتخب المغرب طبعا، وكمان لاعب الوداد البيضاوي المغربي سابقا. ولو اتكلمنا في وجهة نظري هقول لك ان يحيى عطية الله هو البديل الامثل لعلي معلول. كان في مداخلة حصلت مع سيف زاهر من المدير الفني السابق لفريق نهضة بركان المغربي، واللي اتكلم فيها عن يحيى عطية الله واقترابه بشدة من النادي الاهلي علشان يكون خير خليفة لعلي معلول، وان اقترابه ده نتيجة ان هو على علم وعلى صداقة باحد وكلاء اللاعبين لعدد كبير جدا من اللعيبة المغاربة، واللي اتكلم وقال له ان يحيى عطية الله بيقترب بشدة من النادي الاهلي. والكلام ده بيطرح علينا 4 اسئلة مهمة جدا هنجاوبهم خلال الحلقة. هل يحيى عطية الله هيفيد الاهلي هجوميا؟ طب هل يحيى عطية الله هيفيد الاهلي دفاعيا؟ طب هل الاهلي يقدر يخلص في يحيى عطية الله؟ رقم 4 وهو الحاجة الأبرز بالنسبة لي، يحيى عطية الله مكروه من جماهير النادي الأهلي ليه؟ في البداية بس كده أنا حابب إن أنا أقول لك إن يحيى عطية الله عمره الحالي 29 سنة، وأنت عارف إن النادي الأهلي حاليا بيجهز فرقة كويسة مدككة ومدشنة بأحسن اللعيبة في كل المراكز علشان كأس العالم للأندية لسنة 2025 اللي هيتلعب بالنظام الجديد. أبرز ظهور ليحيى عطية الله واللي فعلا ظهر فيه النجم بتاعه وهو كان في كاس العالم 2022، واللي قدر ساعتها منتخب المغرب ان هو يفوز على منتخبات عتاولة حوالين العالم زي اسبانيا، البرتغال، وكمان لعب ماتش ناري جدا مع بطل العالم سنة 2018 ووصيف كاس العالم لسنة 2022 وهو منتخب فرنسا، ناهيك طبعا عن اداؤه المميز جدا مع فريق الواك او نادي الوداد البيضاوي المغربي، واللي كان مميز جدا في مركزه سواء هجوميا او دفاعيا، وده اللي هيخلينا نبدا ان احنا نطرح الاسئله بتاعتنا ونجاوب عليها. نسيت اقول لك ان في كاس العالم سنه 2022 كان اداؤه ممتاز جدا لدرجه ان هو كان من احسن 3 لعيبه في مركز الظهير الايسر، واللي كان بيتقدم عليه طبعا في المركز الاول تيو هرنانديز ظهير ايسر منتخب فرنسا، ودايلي بليند كمان ظهير الايسر بتاع منتخب هولندا، وطبعا يحيى عطية الله في المركز الثالث كظهير ايسر ممثلا عن منتخب المغرب. السؤال الاولاني اللي محيرك دلوقتي هو ليه جماهير الاهلي بتكره يحيى عطية الله؟ علشان بس تكون عارف ان كانت في اشاده جامده جدا من الجمهور المصري عموما بمنتخب المغرب في كاس العالم، واللي متعنا واللي ابدع بشكل كبير جدا في قطر، واللي عمل مستويات هايله جدا لدرجه وصوله لاول مره في تاريخ القاره السمراء لدور نص النهائي، وكمان على ايدين منتخب تقيل زي منتخب فرنسا خرج من دور نص النهائي. لكن ده مش موضوعنا دلوقتي، موضوعنا الاهم دلوقتي هو ليه جماهير الاهلي بتكره يحيى عطية الله. يحيى عطية الله كمستوى لاعب هايل، لاعب ممتاز في مركزه، لكن في مباراة النهائي اللي كانت تجمع ما بين النادي الاهلي وكمان نادي الوداد البيضاوي المغربي في نهائي دوري ابطال افريقيا سنة 2023 شهر 5 اللي فات، كانت مباراة الذهاب اللي تتلعب في القاهرة واللي فاز بيها النادي الاهلي بنتيجة 2-1. كانت في كورة ارتدت من محمد هاني بطول الملعب، كانت رايحة لبيرسي تاو بشكل انفرادي كامل بالحارس من وسط الملعب، ولكن يحيى عطية الله تنشق الارض بيه في وسط الملعب ويبدا يمارس معانا لعبه الفولي ويعطل انفراد تام لبيرسي تاو، كان هيخلي النتيجه 3-0 لصالح النادي الاهلي، واللي كنا كلنا مستغربينه ان الحكم اداله كارت اصفر فقط بدل ما يديله طرد مباشر علشان هو عطل هجمه بالنسبه للنادي الاهلي وكانت كفيله ان هي تخلص الماتش لصالح الاهلي نتيجه 3-0. ولكن اللي شفناه بعدها ان بعد 5 أو 6 دقائق لقينا نادي الوداد احرز الهدف الاولاني علشان يعزز حظوظه في الحصول على الاميره السمراء، وانتهى مباراه الذهاب بنتيجه 2-1. ولكن طبعا كلنا عارفين بقى الحكايه، واللي شفناه ان محمد عبد المنعم ما فرطش تماما للنادي الاهلي في الاميره السمراء وقدر ان هو يجيبها من قلب المغرب وقدام عدد كبير من الجمهور المغربي علشان تنتهي القصه بتاعه نهائي دوري ابطال افريقيا لسنه 2023 لصالح النادي الاهلي. تعال بقى للسؤال الثاني، هل يحيى عطية الله هو خليفه علي معلول وهيقدر يفيد الاهلي هجوميا؟ تعال اجاوبك على السؤال ده من خلال ال3 مواسم اللي قضاهم يحيى عطية الله جوه نادي الوداد المغربي. في اول موسم مع الوداد هو ساهم في 7 اهداف، منهم هدفين احرزهم يحيى عطية الله وكمان 5 اهداف صناعه. اما في ثاني موسم مع نادي الوداد هو ساهم في 8 اهداف احرز منهم هدفين وساهم في 6 اهداف. اما بقى في ثالث موسم هو ساهم مع نادي
نادي الوداد ب9 اهداف، احرز منهم 3 اهداف وصنع 6 اهداف، ودي كانت نهايه مشواره مع نادي الوداد. طبعا نظريا الارقام دي بالنسبه لعلي معلول وتاريخه مع النادي الاهلي هي لا شيء يذكر، بس هي يا صاحبي مش بتتحسب كده، لان اللعيبه اللي كان حاطط عليهم الاهلي العين والنني هم احمد فتوح لاعب الزمالك، وكمان احمد شكري لاعب سيراميكا كليوباترا، وكمان محمد حمدي لاعب بيراميدز. ولو بصيت على ارقام الناس دي هتلاقي ان ارقامهم بالنسبه ليحيى عطيه الله هي لا شيء يذكر تماما، وارقام يحيى عطيه الله متفوقه بشكل كبير جدا على ارقام الثلاثي المحلي، ولذلك النادي الاهلي وارد جدا ان هو يختار يحيى عطيه الله ان يكون متواجد مع النادي الاهلي خلال الصيف اللي جاي، حسب قول المدير الفني السابق لفريق نهضة بركان زي ما قال مع سيف زاهر. حاجه كمان انا عايز اقولها لك، ان لاعب زي يحيى عطيه الله لعب كاس عالم للمنتخبات ولعب كاس عالم للانديه، لعب نهائي افريقي، لعب تحت ضغط جماهيري، وحط تحت كلمه ضغط جماهيري 100 خط، لان اللعيبه اللي بتيجي النادي الاهلي لو مش بتلعب تحت ضغط جماهيري او ما عندهاش تمرس اللعب تحت الضغط الجماهيري بتلاقيها لعيبه مطقطقه جدا مع انديتها، وفشلت بشكل كبير جدا مع النادي الاهلي، ما حققوش اي شيء، وزي ما دخلوا النادي زي ما طلعوا، ولكم في كذا لاعب تعاقد معاهم النادي الاهلي مؤخرا عبره. دفاعيا بقى، هل هو خليفه علي معلول؟ وده السؤال الثالث معانا في حلقه النهارده. من وجهه نظري هو دفاعيا افضل من علي معلول بعض الشيء، لان هو عنده نقطه مش موجوده عند علي معلول، الا وهي ان هو عنده ركيزه وثبات دفاعي بشكل كبير جدا جوه الملعب. لو بصينا على اداء علي معلول هنلاقي ان نسبه تواجد علي معلول جوه الملعب 75 هجوميه و25 دفاعيه، يعني علي معلول بالنسبه للنادي الاهلي هو اكبر ثغره دفاعيه موجوده في خط دفاع النادي الاهلي، واللي بيلعب عليها عدد كبير من الانديه المحليه وكمان الانديه الافريقيه اللي ادمنوا الحته ديت بسبب تقدم علي معلول المكثف للمناطق الهجوميه، واللي بيسيب اماكن فاضيه وراه، وده اللي بيركز عليه بشكل كبير جدا يحيى عطيه الله. فهو دفاعيا بصراحه انا شايفه متفوق على علي معلول. بس واحد دلوقتي هيطلع يقول لي هو طبعا دفاعيا هيفيد الاهلي بس احنا هجوميا يا سيدي هنتاثر بسبب غياب علي معلول. هقول لك لا يا صاحبي، برضه هي ما تتحسبش كده، لان علي معلول بيلعب معاه جناح بيرجع يزود معاه مساهمه دفاعيه، بيلعب معاه حسين الشحات، طاهر محمد طاهر، احمد عبد القادر، والثلاث لعيبه دول عندهم قدرة او عندهم مساهمات دفاعية بشكل كويس، فبالتالي انت ما بتحسش بشكل كبير قوي ان علي معلول بيعاني وحيدا في المنطقة بتاعت الظهير الايسر. لكن هو طبعا لو لقينا يحيى عطية الله هو اللي موجود مكان علي معلول في المركز ده، وهو عنده انسيابية وثبات كبير جدا دفاعيا، فهو هيفيد النادي الاهلي في الحتة دي، لان النادي الاهلي مش هيتأثر هجوميا بسبب ان حسين الشحات او الجناح اللي هيلعب ناحية الشمال هيكون متفرغ تماما للهجوم، مش هيرجع بشكل كبير زي ما كان بيحصل مع علي معلول. بالاضافه كمان ان اللاعب اللي هيلعب في ناحيه الجناح الايسر للنادي الاهلي مش هتتاثر لياقته بشكل كبير جدا، لان زي ما قلت لك بدل ما هو بيلعب رايح جاي هيلعب رايح بس في المناطق الهجوميه. السؤال الاخير بقى بالنسبه لنا دلوقتي في الحلقه بتاعتنا بتاعت النهارده، هل النادي الاهلي هيقدر يخلص في لاعب زي يحيى عطيه الله من الفريق الاوروبي اللي بيلعب فيه حاليا؟ اقول لك لان بطبيعه يحيى عطيه الله ما عندوش حته الاحتكاك بالجمهور اللي بيحبه. يحيى عطيه الله بتربطه علاقه حب كبيره جدا مع الجماهير المغربيه المشجعه لنادي الوداد، فلذلك طبعا ما كانش ينفع ان هو ينتقل من فريق الوداد لفريق الاهلي مباشره. وخلي بالك جماهير الوداد بتعتبر النادي الاهلي هو الغريم التقليدي افريقيا ليها جوه افريقيا، فهو لاعب بيبعد عن الضغط الجماهيري تماما، واختار ان هو يطلع على اوروبا، وممكن الاهلي يقدر يخلصه من هناك، لان الشرط الجزائي في عقد يحيى عطيه الله مع الفريق الروسي او فريق سوتشي الروسي هو مبلغ 500,000 دولار، ودول سهلين جدا على النادي الاهلي ان هو يخلص بيهم اي لاعب. صديقي بقى لو انت اهلاوي صميم ما تنساش تشترك في القناه بتاعتنا وتفعل زر الجرس عشان تابعنا في كل جديد جاي، واخبطنا اللايك المتين عشان الفيديو يوصل لاكبر عدد من الناس، ونشوفكم على خير المره اللي جايه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.